السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرجع تاني لفيديو جديد من الفيديوهات التعليمية. كنا اشتغلنا المرة اللي فاتت الحياة السياسية. النهاردة بنتكلم عن الدرس التاني في الوحدة الأخيرة بالنسبة للوحدة الخامسة، هي باسم الحياة الدينية. كلنا عارفين إن الحياة الدينية أو الدين مهم جدا في حياتنا، ولكن قبل ما أتكلم في الدرس ده لابد إن احنا نبقى عارفين احنا عايزين نعرف إيه من هذا الدرس. هل المصري القديم عرف التوحيد؟ ده سؤال مهم. التوحيد يعني إيه؟ عبادة الإله الواحد. وهل كان قبل معرفته للتوحيد عبادة الإله الواحد هل كان يعبد معبودات؟ فدرسنا في درس وحدة الشعب خاصة من العصر النحاسي أن الإنسان قدس الحيوانات، وهذا معناه أن الإنسان بدأ يعبد. من هنا كانت هناك رحلة هنتكلم عنها إن شاء الله، وهي خصائص الحياة الدينية عند المصري القديم. لكن قبل أن أخوض عن خصائص الحياة الدينية لابد أن نعطي تعريف الحياة الدينية. هي مجموعة الطقوس والشعائر التي يمارسها المصري القديم. يعني زي حضرتك كده بتروح المسجد أو بتروح الكنيسة، وبالتالي بتأدي صلواتك، وبناء عليه يسمى باسم الحياة الدينية. طيب، هنبدأ مع حضراتكم تحديدا ندرس خصائص الحياة الدينية. مبدئيا أول خاصية من خصائص الحياة الدينية هي الاعتقاد بتعدد الآلهة أو تعدد الآلهة، الاعتقاد في البعث والخلود، الاعتقاد في الثواب والعقاب، السمو نحو التوحيد. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. مبدئيا احنا عندنا آلهة متعددة، وطبعا الإنسان عبد معبودات من الطبيعة زي الثعبان وزي الأنثى النسر اللي اتكلمنا في ملك الشمال والجنوب، وبدأ يتعدد معبودات، ولكن كان عنده آلهة متعددة. لكن كان هناك أشهر آلهة. يعني في الدولة القديمة كان عندنا أشهر إله هو الإله رع الشمس، وطبعا لما اتكلمنا عن منقورع. أشهر إله في الدولة الوسطى هو الإله أوزوريس. أشهر إله في الدولة الحديثة هو الإله أمون. فده بيأكد لحضرتك ان هناك تعدد آلهة. لكن يظل السؤال بيجي في الامتحان بما تفسر تعدد الآلهة. ليه كان في كذا إله؟ قال لك رغبة المصريين ورغبتهم هم شخصيا، وهي حتى لا تتركز السلطة في كهنة إله واحد. بمعنى إيه؟ إن كل إله له كهنة دول رجال الدين. لو بقى في إله واحد عندهم، يبقى هيكون في كهنة إله هذا الإله لهم كل الثروات ولهم كل المكانة، وده كده بيتخطى الفرعون. ولذلك كان الفراعنة يرحبون بتعدد الآلهة. ليه؟ حتى لا تركز السلطة في كهنة إله واحد. لكن بالنسبة لتعدد الآلهة، فاحنا نعلم أن تعدد الآلهة هنا يقصد بها أكثر من إله، وبالتالي بسبب تعدد القرى والأقاليم اللي كانت عند المصري القديم. يمكن في هنا صورة لخريطة مصر بتوضح لنا ان كل منطقة وكل اقليم كان مشهور بإله محدد. طبعا الخريطة ديت للرؤية والمشاهدة فقط لا غير، وليس هيأتي منها في الامتحان. في نفس الوقت بندخل على الاعتقاد في البعث والخلود. آمن المصري القديم أن هناك حياة بعد الموت وخلود بقاء بلا نهاية. وسبب الإيمان بكده إن هو طبعا بدأ يتابع الظواهر الطبيعية، زي الشمس تظهر وبتختفي، القمر يظهر ويختفي. وهذا معناه أن المصري القديم كان لابد أن يعتقد في البعث والخلود. من هنا آمن أن هناك حياة أبدية، حياة أخرى هينعم فيها. لذلك بدأ يعد إليها. يعني المقابر بدأ يهتم بها أكتر من مساكنه. الطعام والشراب بدأ يلحقه بالمقبرة، اعتقادا منه أن هو هيحيا من جديد. كذلك كل ما يتعلق بالنساء من ملابس وأساور ومتعلقات زي الحلي، وكذلك الرجال ما يتعلق بهم. ولذلك ده اعتقاده في البعث ويا فندم والخلود. ولذلك هنا بقى بنى المصري القديم مقابر اللي هي الأهرامات، شيدوها. وواضح جدا ان بناء الأهرامات هنا كان هدفه الرئيسي طبعا هو مكان لدفن الموتى. هذا بالإضافة ان الأهرامات ما زالت حتى الآن موجودة بسبب جفاف مناخ مصر. أما بالنسبة للاعتقاد في الثواب والعقاب، فآمن المصري القديم أن هناك محكمة اسمها محكمة الموت، وهناك إله الموتى وهو أوزوريس، هو إله الدولة الوسطى، وهو أيضا هو إله الموتى. محكمة الموتى فيها 42 قاضي على عدد أقاليم مصر. وهناك ميدان توضع فيه أو يوضع في كافة قلب المتوفي، ويوضع في الكافة الأخرى ريشة تسمى ريشة الآلهة الحق أو آلهة ماعد. هنا بقى بنشوف المصري بيتخيل لو القلب الكفة بتاعته طبت، الكفة بتاعت الميزان نزلت،
والريشة ارتفعت، ده معناه إن أعمال هذا المتوفي أعمال سيئة، وبالتالي يدخل النار. طب لو الريشة هي اللي طبت والقلب اترفع، فده معناه إن أعماله حسنة فيدخل الجنة. ده كان اعتقاد المصري، لكن الصورة ديت بتوضح لنا الملك خدناه قبل كده اسمه أمنحوتب الرابع، هو الملك إخناتون اللي خد إله اسمه أتون إله الشمس. وهذه الأيادي تمد بخير المصريين، وغير عاصمته من طيبة إلى خيتاتون، وظلت كانت أول ثورة دينية في التاريخ. ولذلك هو قال لك السمو نحو التوحيد، أي دعوة لعبادة الإله الواحد. ولكن في النهاية آخر لم تستمر فترة طويلة حتى عاد مرة أخرى أمونا لمكانته. بكده بيكون قدرنا نعرض لحضراتكم الحياة الدينية في عند المصري القديم. أرجو منكم تكونوا استمعتوا جيدا وفهمتوا كويس الدرس. اذهبوا بعد كده لحل تدريبات الكتاب المدرسي. شكرا لحضراتكم.